نصب مضيف العتبة الحسينية المقدسة خلال زيارة الأربعين المليونية أكبر شيش شاورما في العالم بزينة 3 أطنان و130 كيلوغرام من لحم الدجاج. القائمون أكدوا سعيهم لإدخال شيش شاورما هذا موسوعة جينز للأرقام القياسية، لا سيما وأنهم وفروا جميع الشروط المطلوبة. محمد العصفور. أسبوع من التجهيز و17 ساعة من العمل لنصب أكبر شيش للشاورما في العالم بزينة 3130 كيلوغرام من لحم الدجاج، حيث وزع المضيف الخارجي للعتبة الحسينية المقدسة 40,000 وجبة من الطعام لزائري 40 الإمام الحسيني عليه السلام وسط مدينة كربلاء المقدسة. سوف نقدم أكبر شيش شاورما في العالم يوازي أكبر تجمع مليوني في العالم، وهو الزوار والحشد الكبير الزائري ومحبي وعشاق سيد الشهداء عليه السلام. باشر قسم المضيف الإمام الحسين عليه السلام التوزيع الخارجي بعمل أكبر شيش شاورما في العالم، حيث يبلغ وزنه 3130 كيلوغرام، ارتفاعه 220 سنتيم، القطر مالته 230 سنتيم. إن شاء الله هذا يكفي 35,000 وجبة إلى 40,000 وجبة إن شاء الله للزائرين توزع مجانا. ويسعى القائمون على نصب شيش الشاورما لإدخاله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث توفرت في هذا العمل جميع الشروط المطلوبة من جانب التوثيق التلفزيوني والجانب الصحي، فضلا عن وجود شركة عالمية مسؤولة عن إعداد التقارير الخاصة بأوزان اللحوم المستخدمة وفق متطلبات الموسوعة العالمية. جئنا لهنا لتوثيق هذا العمل ونقل ما يدور من آلية العمل لتحضير أكبر شاورما في العالم وتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وأنا بدوري هنا أتيت لأكون مشرف، أنا لست من ضمن الموسوعة، لكنني مشرف على العمل لنقل ما يدور ومن أفلام وثائقية ومن تصوير ومن مقالات إلى موسوعة جينيس. نقوم يوميا بالفحص وتبين ذلك من خلال الفحص المختبري القائمين به يوميا. كذلك نقوم بفحص العاملين المتواجدين في مضيف الإمام الحسين عليه السلام، وثبت خلال الفحص بأنهم نجد لديهم أمراض معدية أو سارية. بالإضافة إلى ذلك نقوم بأيام دورية وفحوص مختبرية للأواني المعدنية. مضيف العتبة الحسينية المقدسة الخارجي يسعى إلى تسجيل هذا العمل الخدمي المجاني الذي قدم إلى زائري 40 الإمام الحسين عليه السلام ضمن صفحات موسوعة غينيس للأرقام القياسية. لقناة كربلاء الفضائية، محمد العصفور.